شبيبة القبائل على بعد خطوة واحدة من حسم صفقة قد تشعل الدوري الجزائري. إدارة الكناري دخلت بقوة واللاعب منح موافقته المبدئية، وحتى النادي الذي يملك عقده بدأ يلين في المفاوضات. لكن المفاجأة أن هناك تفاصيل قد تغير كل شيء في الساعات القادمة. هل نحن أمام واحدة من أقوى صفقات الميركاتو الصيفي لشبيبة القبائل 2026؟ تابعوا معنا الفيديو للنهاية لمعرفة كل التفاصيل. بعد كل هذه التطورات دعونا نعود قليلا إلى بداية القصة. قبل أيام فقط كان الجميع يعتقد أن عبد الرحمن مزيان سيواصل مشواره بشكل عادي مع شباب بلوزداد، خاصة بعد التحاقه بالتربص الفريق في تونس، وهو ما جعل أغلب الجماهير تعتبر أن ملف رحيله قد أغلق نهائيا. لكن في الكواليس كانت الأمور تسير في اتجاه مختلف تماما. إدارة شبيبة القبائل لم تستسلم، بل واصلت تحركاتها بهدوء بعيدا عن الأضواء. ومع مرور الساعات بدأت الاتصالات تتكثف، ليس فقط مع إدارة شباب بلوزداد بل أيضا مع اللاعب نفسه في محاولة لإقناعه بخوض تجربة جديدة مع الكناري. فبحسب آخر المعطيات فإن اللاعب منح موافقته المبدئية على المشروع الذي قدمته له شبيبة القبائل، وهو ما منح مسؤولي الكناري دفعة قوية لمواصلة المفاوضات بثقة أكبر. لكن في عالم ميركاتو الجزائري الموافقة المبدئية وحدها لا تكفي، فالمرحلة الأصعب كانت دائما إقناع شباب بلوزداد بالتخلي عن أحد أبرز لاعبيه، خصوصا أن مزيان يملك خبرة كبيرة في الدوري الجزائري وسبق له أن ساهم في تحقيق العديد من الألقاب مع هذا الفريق. مصادر أخرى متطابقة تؤكد أن إدارة شباب بلوزداد بقيادة جابر نعمود أصبحت أكثر انفتاحا على فكرة انتقال اللاعب، خاصة بعد تقدم المفاوضات بشكل ملحوظ، وأن الإعلان الرسمي قد يتأجل فقط إلى ما بعد نهاية التربص التحضيري وعودة الفريق إلى الجزائر. هذا يعني أن الصفقة أصبحت أقرب من أي وقت مضى. لكن السؤال الذي يطرحه جمهور شبيبة القبائل: لماذا تصر شبيبة القبائل على التعاقد مع مزيان بالتحديد؟ إدارة الكناري تبحث عن لاعب يملك السرعة والخبرة والقدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبيرة، وهي صفات يراها مسؤولي النادي متوفرة في عبد الرحمن مزيان، خاصة أنه يعرف جيدا أجواء الدوري الجزائري ولا يحتاج إلى فترة طويلة للتأقلم. ولهذا لم تتردد إدارة الكناري في تقديم عرض وصفته عدة مصادر بأنه قوي وجاد، في رسالة واضحة تؤكد أن اللاعب يعد من أولويات ميركاتو شبيبة القبائل 2026، خاصة بعد حسم صفقة زميله في الفريق إيهاب عبد النور بالحسيني. اللاعبان يعرفان بعضهما جيدا. رغم كل هذا التفاؤل لا يمكن الحديث عن صفقة محسومة حتى هذه اللحظة، ففي عالم الميركاتو الجزائري قد تتغير الأمور في ساعات قليلة، لكن المؤشرات الحالية تسير في اتجاه واحد، وهو أن شبيبة القبائل أصبحت أقرب من أي وقت مضى لحسم هذه الصفقة. فهل نشاهد قريبا عبد الرحمن مزيان ورفقة شبيبة القبائل ورفقة إيهاب بالحسيني، أم أن الساعات الأخيرة ستشهد مفاجآت جديدة تقلب كل الحسابات؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديد آخر أخبار شبيبة القبائل وآخر صفقات ميركاتو شبيبة القبائل 2026.